من اول امبارح والدنيا مقلوبه هنا في بورسعيد، وده بسبب ان في واحد منجد ولع في نفسه قدام الناس في الشارع وقدام المسؤولين بتوع حي المناخ، وده اثناء تواجدهم في حمله امام محله علشان ينذروه وينذروا المحلات المجاوره والاكشاك المجاوره بضروره ازالتهم تنفيذا لتعليمات السيد المحافظ. وده لأن المنطقة الرابعة اللي موجودة بنطاق حي المناخ واللي موجود فيها محل عم أبو عبده اللي هو المنجد ده اللي ولع في نفسه داخلة تطوير، ولازم يتم إزالة الاكشاك والمواقع والمحلات اللي موجودة فيها على أساس هيتم نقلهم أو إعطائهم أماكن بديلة لحين انتهاء عملية التطوير. لكن أبو عبده رفض تنفيذ التعليمات واتسرع وقام بإشعال النار في نفسه. طبعا كل الناس وكل البورسعيدية بيهاجموا السيدة رئيسة حي المناخ وبيدعوا عليها وبيوصفوها بأوصاف صعبة جدا، برغم يا جماعة ان انتوا لو جيتوا تفكروا بعقلكم هتعرفوا كويس جدا ان السيدة دي بتنفذ القانون وبتنفذ تعليمات المحافظ وبتأدي عملها على أكمل وجه، وهي ما هياش هي السبب في إنه هو يولع في نفسه. يعني هي كان المفروض تعمل إيه؟ ما تنفذش أوامر المحافظ، ما تطورش المنطقة علشان أبو عبده يفضل في المحل بتاعه. هو اللي اتسرع وولع في نفسه. والسيدة دي فعلا يعني مظلومة في كل اللي بيتقال عليها، وهنعرف مع بعض تفاصيل الموضوع بالظبط في الفيديو المطول. انتظروني بعد قليل ان شاء الله تعالى هنتكلم فيه